لا ما انا سايبه كل اللي ورايا واللي قدامي وبص واللي فوقي واللي تحتي وقاعده لك، قاعده لكم بقى. انا قاعده بقى، قاعده عشان اشوف صرفه في الموضوع ده. اصل هو في لحو حل من الاتنين، استنوني. اما هو ماسك علينا حاجه في الفريق، ماسك علينا زله وكبيره، لا اما هو قريب حد داخل النادي وانتم مخبين علينا. ملهاش حل تاني. ده ايه ده؟ احنا مشيناه خلاص يا اهلي. البلاس 90 في دمك قوي. رحت في اخر ثانيه فين ثانيه طلع قال لك لا، بقاء كريم نيدفيد داخل النادي الاهلي ما نقدرش نستغنى عنه. ماسك علينا ايه بقى؟ قولوا. ده انا خوخ. مش هقول فهموني ماسك علينا ايه، وانا مش هقول لحد وعى. طب هو قريب مين؟ اسمه كريم وليد. يكونش قريب كابتن وليد سليمان؟ ده قريبك؟ ابنك؟ طيب سليم ابن كابتن وليد صغير ده. طب انت قريب مين يا حبيبي؟ هو ممكن يكون قريب كابتن وليد صلاح الدين. اصل يا جماعه والله ما ينفع يبقى واحد زي عمرو السوليه يمشي واحد زي كريم نيدفيد قاعد ومحدش يقول لي بتحبطي. انا احبطت نفسيا، يعني انا احبط. ما بيغزنيش غير اللي يقول لي انت معلقه رقم 20 رقم كريم نيدفيد. والله قاعد كرهني في يوم عيد ميلادي. قاعد حبايب قلب خوخه. الفيديو بتاع النهارده دسم. اللي بيعمل دايت ما يتفرجش على الفيديو عشان الفيديو كله اخبار، فيديو كومبو كده. انما ايه، طبعا زي ما كلنا عارفين ان كريم نيدفيد كان ماشي مع اللي ماشيين، لكن النادي الاهلي في اخر ثواني قال لك لا، بقاء كريم نيدفيد داخل النادي الاهلي. ملهاش اي تفسير. انا مش فاهم، لما افهم هفهم. وعد مع كل من خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس، فالاثنين الى سيراميكا كليوباترا. كريم الدبيس اعاره، اما خالد عبد الفتاح بيع نهائي. كل التوفيق والدعم ليهم. البيج بتاعت النادي الاهلي الرسميه على الفيسبوك فاضل لها 10 دقايق وتطلع تمسك المصحف ويحلفوا على المصحف ان وسام ابو علي ما ماشي من الاهلي. قاعد برضو الاهلاويه مش مبطلين. زني دي اخر مره اطلع اتكلم فيها عن بقاء او رحيل وسام ابو علي عشان انا زهقت. مش مصدقيني دي حاجه ترجع لكم، لكن انا مش مضطره اثبت لكم. خلقي ضيق. النادي الاهلي طلع من شويه صغنطتين جدا، اعلن رسميا اغلاق كل العروض القادمه والمتقدمه واي حاجه جايه في الطريق هندوسها ونفرملها لوسام ابو علي وبقاء وسام ابو علي مع النادي الاهلي. وعشان خاطري كفايه اسئله، انا هبطت منكم. وسام ابو علي باقي مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي كبط التركي. خلاص قفلنا قطبنا. اوكي حبايب قلب خوخه. تاني حاجه بقى، احنا سيبنا وسام دخلنا في امام. هو امام عاشور ماشي يا خوخه، خلاص بقى خلاص. النادي الاهلي بالفعل ارسل خطابا لنادي الاخدود السعودي يستفسر فيه عن المقابل المادي المعروض ليه شراء امام عاشور، ولكن نادي الاخدود ده اصلا ما ردش على النادي الاهلي، ولا ان شاء الله ما رد، ان شاء الله ما عايز، ان شاء الله ما قال، ان شاء الله ما جاب. قاعد امام مش للبيع. محدش رد علينا وانتم خلاص خلصنا الشهرين بتوع بتوع الماركتو الصيفي ده، عشان انا بتعصب. سيزون الصيف وسيزون الشتاء ده متعصب. خلصونا عشان احنا مش ماشيين بالعلاج. السعوديه معرفش عاوزه مننا ايه. في نادي سعودي ولكن مش نادي الخلود ارسل بالفعل طلب الى النادي الاهلي بشراء اليو ديانج بقيمه 4.5 مليون دولار، ولكن النادي الاهلي اعتذر ورفض رفض تام. اعلنها رسميا ان اليو ديانج مش للبيع. الله اكبر وكل اعوذ برب الفلق بسم الله نرقيق يا اهلي. الله اكبر على مجلس ادارتنا. هو ده القرار اللي انا مستنيه. ما ينفع. اليو ديانج مش للبيع حبايب قلب خوخ. بيرفكتو يا اهلي. هقول لكم خبر كده بسيط عشان في خناقه في اخر الفيديو. بكره ان شاء الله التتش سوف يشاهد لاول مره ظهور كل من احمد السيد زيزو ومحمد علي بن رمضان في اول تمرينه ليهم في التتش غدا. عوده التمرينات غدا للنادي الاهلي. اي حاجه تقربنا من ان احنا نشوف الاهلي دي حاجه كويسه بالنسبه. طبعا الناس بتقول ازاي هم مش، لا ما هم ما لحقوش يا حبايب قلبي يروحوا التتش يتمرنوا مع النادي الاهلي. هم اتاخدوا من الدار للنار على طول على كاس العالم للانديه على طول. فبكره اول تمرينه ليهم في التتش، والتتش هينور بوجودهم بكره ان شاء الله. اما عند خوسيه ريبيرو، عيب 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 والله لما تكون اهلاويه. صفحه اهلاويه شهيره طالعه بتقول ان النهارده خوسيه بالسين ريبيرو سيصل القاهره عشان بكره هننتظم في التمرينات. خوسيه ريبيرو ما سافرش اصلا، هو نزل من امريكا على القاهره وما سافرش اصلا بلده. اوكي فعيب. ده كان لسه في مول العرب اول امبارح، وكتاب الله متصور مع صاحبتي كان في المعز قبليها، فهو ما مشيش. اوريدي خوسيه بالسين ريبيرو في القاهره ما مشيش. النادي الاهلي رايح معسكر يوم 18 سافر تونس، بس ان شاء الله يكون عامل لنا مفاجاه والسفريه دي عشان يجيب علي معلول ويرجع. معرفش هو رايح يعمل ايه. كل الانديه في المعسكر المفروض هيلاعبهم وديه انتهوا، اعتذروا. الترجي، النادي الافريقي، نادي النجم الساحلي في المئويه اعتذر، ونادي شباب بلوزداد الجزائري اعتذر. احنا رايحين تونس نعمل ايه؟ مالهاش غير حل، هنجيب معلول ونرجع، ويبقى ده احلى من 100 بطوله. هو ده معسكر الاعداد الصح. انا ما اعرفش لسه الدنيا هترسى على ايه. حد يجي يقول لي انت طلعتي قلتي قبل كده ان النادي الاهلي فيه فرقتين يعني مربط معاهم كلام، فرقه في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز في تونس، وفرقه في الدرجه الثانيه. قلت لكم ده لو فرقتين اعتذر، لكن ده بسم الله ما شاء الله المجموعه كلها اعتذرت. فانا مش عارفه لسه النادي الاهلي
الاهلي هترسى على ايه، ولكن اول ما ترسى اطلع اقول لكم الفرق اللي هنلعبها بالمواعيد بكل حاجه. ولكن لحد الان الفرق اللي انا قلتها لكم اعتذرت. ولكن النادي الاهلي مسافر يوم 18 تونس لاستعدادا الى معسكر الاعداد. بكره ان شاء الله اول تمرين بعد الغياب، والعوده بعد الغياب عذاب. كل التوفيق للنادي الاهلي. ودي كانت اخر اخبار النادي الاهلي النهارده. وابتسم، انت سوف تشاهد غدا اول تمرينه للنادي الاهلي.